أبونا الغالي أبونا داود، اكتشفنا أن النفسية محتاجة تهدية، وكتير من ولاد قدسك مثقفين وليهم تخصصات في المجالات النفسية، وقدسك نفسك قارئ ومثقف، فممكن تعرفنا إيه الفرق ونروح لمين إمتى وفين؟ سؤال جميل. فعلا أغلب الناس نفسيتها تعبانة، لكن خلينا نبدأ بالطبيب النفسي. الطبيب النفسي ده راجل خريج كلية طب، وهو الوحيد اللي من حقه يكتب دواء، وده لما الحياة تبقى متعطلة واقفة، وهنا بيشخص تشخيص علمي له أساسياته، بيدي دواء وبيتابع، يعني زي جراح هو اللي يعمل العملية، مش أي حد يقدر يدخل يعمل عملية يعني. فهو ده المايسترو بتاع الموضوع الأساسي، بالذات في الحالات الشديدة. يجي بقى تخصصين جداد طالعين من علم النفس: الكونسلنج أو المشورة، واللايف كوتشنج أو إدارة أو قيادة الحياة. الكونسلر ده بيريح الشخص المجروح، ودي رحلة طويلة لأنه لازم يسمعه كتير قوي ويساعده على أنه يهدى من جواه، يتصالح مع الجروح اللي فاتت. والكونسلر في الحالة دي كتبش دواء، ومش ضروري يوجه في اتجاه معين، يعني يقول له لازم تعمل كده وكده. هو بيتعامل أكتر مع المشاعر عشان يحصل فيها الارتياح يعني. اللايف كوتش بقى ده بيتقابل شخص إلى حد ما متعافي من جروح، متصالح، لكن عنده مشكلة، عنده تحدي، عنده قرار مش عارف ياخده، عنده عطلة في مرحلة. فهنا ده مش بيركز في مشاعره ولا جروح الماضي، بيركز في التفكير، ونطلع خطوة لقدام، نحط خطة سوا، ممكن نتابع الخطة. عشان كده عادة الكونسلر يقضي وقت أطول لأنه بيعالج جروح الماضي أكتر، بينما اللايف كوتش بيبقى الوقت أقل والمتابعة أقل، لأنه بيحطه على أول الطريق ويديله حريته. الحقيقة التلاتة بيكملوا بعض، مش كل واحد متضايق هيروح لدكتور نفساني، ومش كل واحد راح لدكتور نفساني لازم يروح لكونسلر أو لايف كوتش. ولو كل واحد فاهم احتياجه بالظبط هيروح للشخص اللي حاسس انه ممكن يساعده. كمان اللايف كوتش بيركز على النهارده وبكره، الكونسلر مركز على امبارح، وده حسب طلب الشخص اللي بيعاني، وبالتالي هو بيتصالح معاه ببطء شديد. فممكن واحد يمشي مع الكونسلر، لكن ما يجي يفكر في المستقبل، عاوز تدريب معينة، عاوز خطة محددة، يحتاج إلى اللايف كوتش. عموما التلاتة بيكملوا بعض، لكن الشطارة الواحد يعرف احتياجه ويختار الشخص المناسب. ربنا يهدي كل النفوس. ثانك يو ونختم إنه فعلا النفسية محتاجة تهدئة.